السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم متابعيني؟ اليوم سويت لكم شوربة العدس تخبل وياها مكونات تجنن، وهاي مكوناتها شوفوها وتفيدكم ان شاء الله برمضان وتحتاجوها، لان هاي الشوربة طيبة وطعمها حلو ممتاز وراح تحتاجوها والله العظيم. هنا هذا عدس عندي 3 أكواب عدس. هنا طبخته، نزلت عليه الماء وطبخته، اريده يسلق يكمل. وهذا هنا درت الزبدة، مو زيت، زبدة لان ينطي طعم يتخبل. هنا ضفت البصل والبهارات، كمون، فلفل، ماجي، كركم شوية. هذا صدر الدجاج ربع. اني هنا اسوي الدجاج الصدر، وبعدين صدر الدجاج من يستوي اضيف عليها التوابل. هاي التوابل اللي ذكرت لكم اياها عبارة عن كمون وفلفل وماجي وكركم. نخلطها سوية وانتانيها تستوي، ننتظرها تستوي. حابب اشوفوا شكلها. واني هنا ادرس عليها المعدنوس. هذا المعدنوس نعطيها طعم ونكهة تخبل، وطبعا برمضان احنا نحتاجها. برمضان ما نستغني عن الشوربة على السفرة، سفرتنا ما تحلى الا وياها شوربة العدس. شوفوا حبايبي، هنا اني خلطت المكونات. هذا العدس خلطته اني، هذا العدس شوفوا خلطته بالخلاط. ضفت عليها الشعرية 3/4 الكوب. الشعرية مو هواية، احنا ما نحب الشعرية هواية بالشوربة العدس. وهاي المكون اللي سويته، صدر الدجاج والمعدنوس والباقي المتبلات اللي سويتها تخبل. شوفوها شلون شكلها تجنن. وهذا شكلها ما تتأخر بديكم، وسهلة وبسيطة. لا تنسوني باللايك والاشتراك. شكرا لكم. باي باي، احبكم متابعيني.